مشروع. المشروع ده كان عبارة عن نول، وكان كل البيت بيشتغل في النول ده. يعني كنت أشوف مثلا جدي بيشتغل على النول، وكنت أشوف جدتي بتدور خيوط الحرير. فطبعا الحرفة دي كانت فاتحة بيت، كل البيوت عندنا كان بيدخل لها دخل من الحرفة دي. فكان نفسي ان احنا الحرفة دي ترجع تاني، ونبدأ نشغل السيدات في البيوت ويشتغلوا في مهن هي سهلة بالنسبة لهم وهم قاعدين في بيوتهم، مش هيحتاجوا ان هم يطلعوا او يروحوا مكان تاني. انا كنت الاول كنت قاعده في البيت ما في الشغل. رحت سمعت ان في هنا في البيت كم الضبع في بيت يدوي، ورحت قدمت. اول كنت قاعده في البيت مش بعمل اي حاجه، كنت بدور على اي مصدر يعني داخله اي شغل يعني. فما لقيتش، سالت وما لقيتش اي شغلانه مناسبه ليا وهيوافق عليها جوزي وهيوافقوا عليها ناس اللي في البيت غير هنا الشغل هنا في البيت اليدوي. من هنا جت فكرة المبادرة بتاعت قديم في جديد، اللي هو قعدنا فيها تدوير الملابس القديمة في هيئة منتجات جديدة بنستخدمها بطريقة آمنة ومستدامة. احنا فكرنا ان احنا ازاي نستفاد بالفرص دي، بان احنا نعمل كيان بيهتم بدعم المرأة. وكمان مدينة نقادة كانت مشهورة بالحرف التراثية، اللي هي حرفة الفركة النقادي، واللي كانت أصلا بتصدر للسودان، وكان بتدر دخل ما يعادل 4 مليون دولار سنويا. المشكلة إن احنا اللي عالجناها اللي هي كانت الملابس القديمة، كان بيتم التخلص منها بطريقة غير آمنة، سواء حرقها أو رميها في المصارف أو تخزينها في المنازل. فكرة مشروعنا اللي هو مشروع بيئي تراثي بيحافظ على البيئة وبيحافظ على التراث. احنا بنشتغل على منتجين. المنتج الأول عبارة عن السجاد اللي هو الكليم اليدوي، والمنتج الثاني اللي هو عبارة عن الفركة النقادي أو الشال اليدوي. بجيب الشغل مثلا جارتي عندها مثلا شويه قماش شويه هدوم عايزه تعمل لها اعاده تدوير بدل ما تولع فيها وكده، بجيبها بنقصها لها ونعملها كوره وبنجيبها هنا البيت اليدوي وبيشغلوها لنا ووديها لها مفارش جاهزه. احنا بنجمع الملابس من الاهالي او الناس المتبرعين، بنجمعها وبنوديها للسيدات اللي هم متعففات، اللي هم بدورهم ان هم يكوروا بيقصوا الملابس ويكوروها، يعني بيكوروها وبيجمعوها في اكياس ونرجعوها البيت السجاد او شركه نوبت. شركه نوبت بيعملوا لها اعاده تصنيع ثاني من جديد، وبعدين احنا بنبعتوهم ثاني للسيدات بيبيعوهم عشان طبعا يكسب منهم. نوبت بتشتغل على تنميه مهارات السيدات والفتيات في 3 جوانب، الجانب الاقتصادي والجانب البيئي والجانب الاجتماعي. الجانب الاقتصادي من خلال توفير فرصه عمل مناسبه ليهم. انا شغاله هنا في المكان بقالي سنه وبشتغل كليم، بكور الخامات اللي بيجيبوها لنا، دي عباره عن مخلفات مصانع بيجيبوها لنا، بنشتغلها كليم برضه، بنحاول ان احنا نكورها لون لوحده، وبعدين بناخدها نروح نشتغل بيها على النول بتاع الكليم. يعني احساس رائع من اول مره اشتغل واطلع انتاج، اطلع طرحه كده بايدي اني، حاجه ثانيه يعني. بحس بكيان وهو بيشتغل هنا، يعني بحس انه بيعمل حاجه. الكليم ده بيبقى يعني الناس بتفرشه في جميع البيوت، في معظم البيوت، فالواحد بيبقى يعني مبسوط انه بيبقى ليه بصمه كل بيت. هو المكان ده لو مش موجود يبقى انا كده هبطل مهنه بصراحه، يعني هبطل الشغل لسبب ان هنا الشغل نظيف، الخيط حلو، الشغل الضربه حلوه، ضربه كويسه زي ما انت شايف كده، خامه نظيفه وضربه نظيفه. نوبت بتهتم بتمكين المرأة اقتصاديا، بتطلع منتج صديق للبيئة، بتعمل إحياء للتراث،